قبل أن نبدأ ببرنامجنا نقف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا. بداية نرحب بجميع الحضور من القوات العسكرية والمؤسسات المدنية وعوائل الشهداء. نحن اليوم واقفون أمامكم لنستذكر ذكرى 90 شهيدا من الكرد والعرب والآشور والسريان الذين اختلطوا دماءهم وضحوا بأرواحهم الطاهرة الزكية فداء لهذا الأرض ودفاعا عن شعبها وكرامتها. كلنا عشنا هذه المحنة، ذكرى هؤلاء الشهداء، شهداء ال4 أشهر الذين دافعوا ضد الهجمة الإرهابية الداعشية المدعومة أردوغانيا، الذين كان هدفهم القضاء على جميع المكونات من دون استثناء، لأنهم لم يميزوا بين عربي أو كردي أو آشوري. شهداء الحرية، شهداء الوطن باقون في قلوبنا ودائمون في روحنا، وهم قادتنا المعنويون. نستذكر بتاريخ 23 من شباط من كل عام ذكرى مقاومة الخابور الذي استطاع مقاتلونا من خلالها التصدي لأخطر التنظيمات الإرهابية. في هذا اليوم نستذكر الشهداء 23 من شباط، ومن خلالهم نستذكر جميع شهداء الحرية. في هذا اليوم وفي الذكرى 8 لهجمات 23 من شباط 2015 التي نفذها مرتزقة داعش، والتي تسببت في تهجير شعب بأكمله، وكانت السبب لإفراغ 33 قرية من قرى الخابور الحبيب. تلك الحادثة لم تستطع النيل من إرادة هذا الشعب الصامد والمقاوم حتى الآن، بل كانت سببا إضافيا للنضال وللدفاع عن بقية مكونات المنطقة ضد التنظيمات الإرهابية والتكفيرية وقتها، وضد دولة الاحتلال التركي حاليا، لأن ما يحدث في مناطق تلتمر وريفها ليس إلا إبادة تقودها تركيا لتكرار المجازر التي قامت بها داعش عام 2015 في الخابور، والغاية منها كسر إرادة الشعوب. لذلك نحن نعاهد شهداءنا جميعا بأننا مستمرون بطريق النضال، مستمرون بالحفاظ على بقاء شعبنا متمسكا بأرضه، نعاهد بالدفاع عن وجوده للوصول إلى نيل حقوقه التاريخية. سينو تقي الدين أيوب، اسم الحركي خبات. عبد الله محمد نزير، اسم الحركي غمكين. أحمد محمد
أحمد سعود حسن. اسم الحركي آقري. أحمد محمد فرحان. اسم الحركي كانيوار. كاميران